السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم يا اخواتي. فيديو جديد معاكم. الاول كده ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وكل سنة وانتم طيبين، وكل رمضان وكل الامة الاسلامية بخير. نبدأ موضوعنا ومعانا خبرين حلوين واحلى من بعض بالنسبة للجمهور الاهلي. يمكن البعض منكم يقول ان الخبر الثاني ده مش سعيد، لكن انا احب اقول لك يا صديقي انا كاهلاوي مبسوط والله بالخبر ده، لانه هيفيد جدا النادي الاهلي. نبدا بالخبر الاول، والخبر الاول 50,000 مشجع في استاد القاهره، حاجه مفرحه جدا. وزاره الداخليه والجهات الامنيه وافقت على وجود 50,000 مشجع في الاستاد القاهره، استاد الرعب ان شاء الله، في مباراه الاهلي والهلال السوداني يوم 1/4. تم تاجيل المباراه صديقي بالمناسبه من يوم 31/3 ل 1/4، عشان ما حدش بس يتلخبط ويقول ان المباراه يوم 31. خلاص يا جماعه، المباراه اكيد يوم 1/4، والكاف اعلن خلاص ان تم التاجيل من 31 ل 1/4. وبمناسبه 50,000 مشجع اهلاوي، دي اكتر حاجه فرحان لها طبعا جمهور الاهلي. وشكرا لكل الجهات الامنيه، وشكرا لوزاره الداخليه على التشجيع الكبير للنادي الاهلي، وعلى المسانده الكبيره طبعا للنادي الاهلي ومسانده الجماهير. فعلا الجماهير بتاثر يا جماعه بشكل كبير جدا. شكرا لكل الجماهير اللي فعلت الهاشتاج، شكرا لكل الجماهير وكل صناع المحتوى اللي كانت واقفه في كيان ونادي، واقفه في ظهر النادي الاهلي. بالفعل تم تاثير فعلا، وتم خلاص الافراج عن 50,000 مشجع في استاد القاهره واستاد الرعب. ما تخافش يا زول، والله ما تخاف. انت بس لما تيجي وتلاقي العدد المهول والتشجيع فعلا، وتلاقي يعني ايه كيان النادي الاهلي، هتعرف احنا كنا بنقول ايه وبنتكلم عن ايه ويعني ايه اهلي. بالنسبه ليك انت اللي بتقول على نفسك زعيم القاره، زعيم القاره بمناسبه ايه؟ انا مش شايف ولا نجمه على قميصك لحد دلوقتي. انت شايف العشرة النجوم بتوع الاهلي ولا مش واخد بالك؟ منهم واحده على حسابك انت يا صديقي السوداني، يلا عماله تقول زعيم افريقيا. وبعض الناس اللي بيتقال عليهم ان هم بيدعموا الهلال السوداني، والاخوه اللي هم بعض صناع المحتوى يعني يا جماعه بيدعموا الهلال السوداني، بيقول لك سيد البلد وزعيم القاره، واتظلم بسبب ايه؟ بسبب ان تم السماح ب 50,000 مشجع لحضور مباراه الاهلي والهلال في استاد القاهره. والله العظيم يا جماعه انتوا ما تتخضوا، اللي هيحصل فيكم ده عادي يعني، محدش يقلق او يخاف من اللي هتشوفه في الاستاد. انا بس رساله لكل لاعيبه الاهلي، بلاش حد منكم يخاف او يرتبك من الجمهور، لان الموضوع ده بالنسبه لناس كتيره قوي لعيبه الاهلي هيكون لسه جديد. يعني اغلبيه لعيبه الاهلي اللي موجوده دلوقتي محدش منهم شاف الجماهير او العدد الكبير ده في استاد، وحضر او لعب مباراه بالعدد الكبير ده في استاد. فانا عايزكم ان انتوا تركزوا بس في المباراه. اي حد ممكن يغلط، لكن المفروض ان محدش يخاف او يرتبك من الغلط اللي هيعمله بسبب الجمهور. كلنا معاكم وكلنا رايحين ندعمكم ونشجعكم، وان شاء الله بالتوفيق والنصر للاهلي. والخبر الثاني يا صديقي اللي انا عايز اتكلم فيه، وهو اعتذار الاهلي عن المشاركه في كاس الرابطه. خبر حلو جدا صدقني. لو في ناس منكم ممكن تقول ان الخبر مش كويس، ليه الاهلي بس ينسحب او يعتذر عن المشاركه؟ برضه دي بطوله، واحنا عايزين نضيف بطولات للكيان او كده. احب اقول لك يا صديقي ان الموضوع فيه ضغط كبير جدا للاهلي، خصوصا ان رابطه الانديه رفضت ان هي تاجل للاهلي المباراه اللي هتكون مع المصري، واللي هي كانت مقرره يوم 27. عندنا بعدها ب3 ايام يوم 1/4 مباراه الهلال السوداني، ودي مباراه الحسم اكون او لا اكون في دوري ابطال افريقيا. فده الاهم طبعا، وخاصه برضو ان في بعض اللاعبين اللي من الاهلي موجوده في المنتخب دلوقتي حاليا، وفي بعض طبعا الناشئين اللي معارين. فممكن حد منكم يطلع يقول ليه ما لعبوش بالناشئين؟ ما ينفعش يا صديقي والله نلعب بالناشئين. الموضوع ده دلوقتي جاي في كيان النادي الاهلي واسم الاهلي. ما ينفعش الناشئين يلعبوا يخسروا مثلا بسكور ولا حاجه، في الاخير دول المصري كسب الاهلي، مش هيقولوا كسب ناشئين الاهلي. فالموضوع طبعا هيأثر على اسم وكيان الاهلي. فالحمد لله ان الاهلي اعتذر عن المشاركه، هي مشاركه وبطوله وديه ملهاش اي 60 لازمه. فحمد ورضا على كده يا باشا، وريحنا دماغنا ونشوف بالنا ونروق بقى الحاجات الثانيه، الحاجات المهمه، دوري ابطال افريقيا، الدوري، هكذا. لكن حد يقول لي دلوقتي طب الاهلي دلوقتي تبقى عليه عقوبات؟ اقول لك يا صديقي العقوبات اللي الاهلي ممكن تحصل عليه هي 100,000 جنيه بس عقوبه، عشان الاهلي اعتذر عن المشاركه في كاس الرابطه. والتاني حاجه ان المصري هيحتسب عليه ان الاهلي تم الانسحاب، والمصري هيصعد على حساب الاهلي. وده كل النهي، محدش يقول لك اكتر من كده، ومفيش عقوبات اكتر من كده على النادي الاهلي. في الاخير يا صديقي اتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي يوم 1/4 مباراه الحسم ان شاء الله لدوري ابطال افريقيا، والصعود لدور الثمانيه يكون او لا يكون. كل الجمهور وكل الدعم للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. وفي الاخير يا صديقي ما تنساش اللايك والاشتراك والكومنت. اشوفك على خير وفيديو جديد، والسلام عليكم.